الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. قالت وزارة الدفاع الوطني الأفغاني في بيان لها بخصوص التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الباكستاني إن التصريحات الأخيرة استفزازية ولا أساس لها، وأضاف أن مثل هذه التعبيرات تضر بالعلاقات الثنائية بين دول الجوار والشقيقة، ونتيقن بحل جميع المشاكل من خلال التفاهم، ولا نسمح لأحد أن ينظر إلى بلدنا الحبيب بسوء، ويشهد التاريخ بتضحياتنا في دفاع أرضنا، ولدينا التجارب في الدفاع عن الوطن ما لا يوجد عند غيرنا. التقى حاكم مقاطعة كابول الشيخ محمد قاسم خالد بأساتذة بعض الجامعات الخاصة بالإضافة إلى الترحيب، وشارك معهم معالي الحاكم بعض الاقتراحات الهامة. زار وفد رفيع المستوى من التفتيش القضائي للمحكمة العليا محاكم مقاطعتي بغلان وسمنغان. تم إعادة 26 ناقلة من المنتجات البترولية منخفضة الجودة ديزل لا تتوافق مع معايير دائرة الوطنية للمعايير إلى إيران. تم اختبار طلاب اللغة الإنجليزية في المركز التعليمي للهلال الأحمر الأفغاني في مقاطعة بكتيا. الهلال الأحمر الأفغاني لديه حاليا 36 مركزا تعليميا في جميع أنحاء البلد، حيث يدرس فيها الآلاف من أبناء الوطن. تقول مساعدة الاقتصادية لرئيس الوزراء أن أعمال بناء قناة قشتبي العملاقة تستمر بسرعة. يجري العمل على بناء تذكار قبة الخضراء في المنطقة 17 على طريق خيرخانة كوتل.